يا مساء افريقيا ومساء الاهلي بيقدر النهارده انه يكسب مديامة الغاني بهدف وحيد لحسين الشحات، وبيتأهل بنسبة كبيرة جدا لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا في ملعب اقل ما يقال عنه ان ده ملعب غيط. حتى والله الغيط هيزعل من اللي احنا بنقوله عليه، ده ملعب يتزرع عليه بصل بقى، فجل، بطاطا، ما يتلعبش عليه كورة ابدا. يعني مع احترامي الكبير جدا للاندية والمجهودات اللي هي بتحاول تعملها، بس ده ملعب يجيب اصابات. هو ده اللي حصل فعلا. انا طول المباراة قاعدة على اعصابي قلقانة، لا مش ان احنا نكسب او نخسر، ده حاجة تانية، ان حد يتصاب. واللي هو اللي حسبته لقيته مستشفى الاهلي تستقبل زوار جدد بقى. كريم ندفد بيعاني من الام في السمانة، ولسه هنشوف هيتحدد قد ايه مدة غيابه. احنا لسه يا دوبك فرحانين ان ندفد رجع، وتقريبا دي تاني مباراة بعد ما بيرجع كولر بيديها له، علشان طبعا الاصابات والايقاف اللي موجود لديانج بقى وكوكا ومروان عطية، لو ملحقناش نتهنى بعيدا بقى عن مستواه اللي هنتكلم عنه بعد كده في بقية الفيديو. تاني اصابة لحد هو فعلا هو نجم الشوط الاولاني مع مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، في وقت هو مقدم مستوى كويس جدا مع الاهلي، للاسف بتجيله برضو الام في الخلفيه، ولسه هيتحدد اصابته قد ايه. انا عندي سؤال بس، هي مستشفى الاهلي دي ما ينفعش نقفل ابوابها؟ احنا يا دوب يعني بص، هي ايه بيحصل تبادل، وسام ابو علي دخل لازم حد يخرج مكانه، ما ينفعش تلعب بالقايمه كلها سليمه، ده ما يبقاش الاهلي. بشوف الاتحاد الافريقي لازم يوجد حل للملاعب دي، ملاعب لا تصلح ان انت تلعب عليها والله ولا تزرع عليها، وده مش مبرر لاداء الاهلي اللي شفناه في الشوط الاولاني. بس لازم كده وانت بتحلل الاداء، الاهلي كان وحش، الاهلي نقطه من اول السطر وحش، مش هنتكلم. بس اولا انت عندك رحله متعبه جدا، حظك كمان ان الرحله زادت من ارهاقها لما وقفت في اكرا والطياره اتعطلت، واضطريت ان انت بعد كده تسافر تاني يوم لكوماسي، فده خلى في ارهاق بدني. تاني حاجة انت عندك اصابات كتيرة جدا، وفي كمان اصابات وايقافات في نفس المركز. انت بتتكلم عن ديانج، كوكا مصابين، مروان عطية موقوف، فتلاتة في نفس ذات المركز، غير بقية الاصابات بقى اللي احنا عارفينها من الاول اوريدي. طيب حاجة تانية، انت داخل كمان المباراة في ملعب زي ده لا يصلح انك انت تلعب عليه. دي كلها اكيد عوامل بتأثر على اللاعبين، ما يمنعش ان انت الاهلي ولازم تبقى قادر ان انت تتخطى كل حاجة، احنا دايما بنقول كده، بس دي عوامل لازم تأثر على اداء المباراة. من الاول وشفت التشكيلة ولقيت ان هو تخلى عن اكرم توفيق اللي كان بيلعب المباراة اللي فاتت، وابتدى يلعب بندفد السولية. كنت حاسة انه هيبقى فيه بوادر مشكلة، لان انا بشوف ندفد خطورته كلها انه يلعب 8 وهكذا السولية. فانت كنت مخلي ندفد بيلعب هو 6، وشوية بيتبادل معاه السولية يرجع 6، ومدي حرية لإمام عاشور. بس ده كان مخلي بقى مشاكل كبيرة جدا في ميكانيزم خط النص. اولا مش قادر تطلع بالكورة، مفيش ربط ما بين الخطوط، انت مفيش اي حد قادر ان هو يبني لك الكورة، كمان الكورة وهي عليك مفيش حد بيقطعها، انت عمال تحلق. الجبهة بتاعت هاني او معلول كانوا مخترقين بشكل كبير، وبالذات جبهة هاني، لان ما كانش فيه اي مساعدة ولا السولية قادر يديله المساعدة. ولما انت غيرت حتى خليت ندفد يساعده برده ما قدرش، وتاو ما كانش بيرجع في كور كتيره، فكنت بتشوف المنظر ده. بالنسبه لي كان نجم الشوط الاولاني مصطفى شوبير عمال يحلق ورا علي معلول وورا جبهه هاني وورا اخطاء منعم الكارثيه. يعني كمان كان عنده مشكله في الترحيل اللي زاد كمان بقى من الام الشوط الاولاني، ان انت حتى وانت بتعمل التحول الهجومي قرارات اللاعبين كلها كان فيها مشكله. في اللمسه بقى الاخيره اللي قبل الاخيره، وانت شفتها على مدار المباراه وهنتكلم عنها في اكتر من لقطه. ولو جيت بصيت للشوط الاولاني هتلاقي مديامه هو اللي عامل عليك 3 فرص اخطر من بعض، ولولا مصطفى شوبير انت كان هيبقى عندك ازمه كبيره جدا. بصراحه فرقه مديامه والله يا جماعه على الله حكايتهم، واحنا كسبانهم اصلا في الذهاب، ومع احترامي الكامل ليهم دفاعهم بجد وحش جدا، بس انت اللي ما كنتش قادر ان انت تدي. وفي ظل كل اللي بقوله ده كان لازم بقى الكور اللي تجيلك تنجز فيها على طول وتسجل، وده اللي حصل يمكن في الشوط الثاني وتاخر. كنت عملته في الشوط الاولاني كنت ارتحت وريحتنا. انت بتشوف كوره في الدقيقه 11 من رمي التماس محدش ضاغط عليه، التاني لف بمنعم اللي هو يعني لف الجاتوه وشاط. كل ده واحنا قاعدين بنتفرج عليهم بنقول لهم يلا يا جماعه يلا ندخلكم انتوا كمان في الجيم بقى يلا. خلينا نتكلم ونقسم الماتش ده لشوط اول وشوط تاني. بالنسبه للشوط الاولاني نجمه الاوحد كان مصطفى شوبير،
مصطفى شوبير اللي عامل اكتر من 5 تصديات، منهم 3 كانت ممكن تشكل عليه خطورة وتبقى هدف اوريدي، ودي تاني مباراة لمصطفى شوبير كلين شيت، فهتديله اكيد دفعة معنوية كبيرة جدا في المباراة اللي جاية. واقف عنده ثبات، بيتعامل مع الكور بشكل مميز جدا. يمكن اتكلمنا على ياسر ابراهيم وقلنا ان هو كان من افضل اللاعبين اللي موجودين في الشوط الاولاني، وغطى على كارثتين لعبد المنعم كانت بتؤدي ممكن لمشاكل كبيره جدا والاهلي يخرج متاخر. وانت بتتكلم كده على الدفاع وبتشيد بمصطفى شوبير وياسر ابراهيم، لازم تتكلم على محمد عبد المنعم والاخطاء اللي بقت متكرره جدا عنده. معرفش بقى هل دي ثقه زياده، هل ده قلب معاه غرور، هل هو بيبقى شايف انه هيقدر يتعامل مع الكوره بتهرب منه، لان عبد المنعم بقاله فتره من ابتداء من افريقيا ومن قبليها كان عنده كوره او 2 خطر لازم يوقع قلبك فيها في كل مباراه. دلوقتي ده بقت السمه الرئيسيه، ولازم عبد المنعم يقعد ويعرف هل عبد المنعم ايه اللي اتغير مخلي فيه كور بتفوت منه بالسذاجه دي. النهارده في كورتين تقريبا ياسر ابراهيم لحقوا من بعديهم، غير في كوره اللي هو زي ما قلت لكم كده لف بعبد المنعم وشاط. هنا عبد المنعم واحد من اهم اللاعبين والمدافعين الموجودين في افريقيا، بس هو لازم يعرف ليه الكيرف عمال ينزل كده، لانه مش مقبول ان انا يبقى عندي لاعب بقيمه محمد عبد المنعم ويغلط كل مره الاخطاء اللي ممكن تسبب لي مشاكل. لو جيت اتكلمت عن قرارات اللعيبه، الكوره دي حسين الشحات فاكرين سجلها في اتحاد جده وبعدين رجع ضيعها هي في ماتش فلومنسي، ورجع ضيعها برده في الماتش اللي كان قدام اوراوا. هي نفس الفكره لما بتيجي لحسين الشحات، انا لازم العبها واقطم لجوه واشوط، ما عنديش اوبشن تاني. هنا بص السوليه بيقول له انا اهو، يعني عارف اللي هو اديهاني انا هروح انفراد، لا لازم اقطم وادوسها كده. ولازم حسين الشحات، انا ببقى فاهمه ان هو من نوعيه الجناح، الكره لما بتجيله وانت عارف انها بتمشي معاك صعب قوي تبصيها لحد تاني، بس هي مش كل مره هتمشي، فلازم حسين الشحات يلعبها بذكاء اكتر من كده عشان حتى ما تتقريش، وبعد كده مش هيبقى عندك اصلا مساحه ليها. امشي معايا بقى في القرارات بمودست. بص هنا الكوره جايه له ازاي، المفروض اعدل جسمي وبصيها للي جنبي، لا هو راح مديها لحد تاني، هي فعلا رجعت لورا واتقطعت وما استفدتش بيها باي حاجه. هو ايه يا مودست، الودي كان ماشي بس الرسمي مش شغال. مودست يا جماعه اللياقه البدنيه بقت افضل، بس مش ده المستوى اللي انا مستنياه برضو من مودست. عماله كل مره اصبر نفسي، يعني ابغى ان انت تسجل. طبعا النهارده هيقول لي بس يا ماما انا عامل اسيست، هقول لك السوليه هو اللي عاملها، يعني ايه شيب باس كما يدرس. نفس الكلام. بص هي اصلا الكوره جايه لمودست، هو تحس ان هو اصلا كان متلخفت، خلاص ما تصوبهاش. لو انت مش حاسس ان عندك الثقه، هو مهاجم فالمفروض يصوبها، بصيها للي جنبك وضاعت برضه. نفس الفكره، الكوره بتتلعب لامام عاشور، بدل ما هو يديها لمودست برضه راح مصوب. احنا عارفين ان امام اصلا عنده المشكله دي، انه بيحب دايما يصوب، بس في ماتش معقرب زي ده وارضيه وحشه واصابات، خلص العبوا سهل وجيبوا جون وبعد كده ابقوا اعملوا اللي انتوا عاوزين. في كوره كده اتلعبت كمان ما بين هاني وتاو، فضلوا الاثنين رايحين. هاني بقى بصاها امتى لتاو لما تم بقى تسلل، فما استفدتش اي حاجه من الكوره، وهو ده كان محور المباراه. بدينا الشوط الثاني تحس ان كولر نزل اداهم دش ما بين الشوطين، اللي هو ايه، اكسبوا عدوا ليلتكم على خير عشان نقدر نكمل. السوليه لعب يعني بص شيب بوست لمودست اللي بيقول له انا اهو، تحفه هايل جدا. وطبعا هو ريحها لحسين الشحات وسجلنا الهدف الاولاني، ومتهيألي ان ما شفتش من بعديها مديامه غير في لقطه تقريبا او لقطتين. هو ده اللي كنا بنتكلم عليه، هي الفرقه دي لو كنت من الاول كسبتها كنت هشوف المباراه وكنا وفرنا على نفسنا الاصابات. فانا في النهايه بالنسبه لي خبرات الاهلي وواقعيته قدرت ان هي تكسب لعيبه مديام. حسين الشحات كمان في الجبهه بتاعته مع معلول كان بينزل بيساند بشكل كبير، فده لازم يتحسب له. في الكوره اللي هو خدها اللي اتكلمنا عليها على امام عاشور، هو اللي راحها بمجهود فردي، كان بينزل لغايه خط النص عشان يحاول ان هو يستلم او يساعد خط النص، دي حاجات لازم تتحسب لحسين. بعد كده كولر وتغييرات، طبعا حاجات منها اضطراريه، بس رضا سليم لما نزل هتلاقي كده لمحات من المهاره. لسه رضا سليم محتاج يعرف امتى يوقف ترقيص، ودي هتيجي معاه بعد كده، بس هو لاعب بيديك اختيار مش موجود في حد من الوينجات، لو انا اروح 1 على 1 وامشي بالكوره بسرعتي واتحرك. ولسه كمان هو لسه دي تاني مباراه بعد الاصابه، هيديك اكتر. وسام ابو علي نزل النهارده، ما اقدرش اقول ان هو افضل حاجه، لسه ما شفتش منه، بس على الاقل انا نفسي يديني قوي عشان جده مودست، يعني نفسي نقول لجده خليك على جنب. امام عاشور هو اللاعب الوحيد اللي بيقدر ان هو يطلع بالكوره مظبوط سواء في الشوط الاولاني او الثاني، وكان بيديك لمحات من الخطوره، بس ما اقدرش احكم عليه في مباراه زي دي. انا لسه مستنيه اشوف من امام اكتر من كده بكتير.
في النهاية الحمد لله الاهلي كسبان وقدر ان هو يتصدر مجموعته بشكل كبير جدا، خلاص هيتأهل.